تذكرت بخبركم، انتوا شو تبون تستوون يوم تكبرون؟ أشد شو بنستوي يوم بنكبر؟ أمي أنا بستوي رائدة فضاء، وهاي بتستوي عالمة فيزياء، والتكية الخضراء من سطح عدالج بتسوي مومياء. يعني كم بنكبر زياد انتي بعد؟ من 40 سنة والسؤال هذا في بالي وتوني تذكرته. 40 سنة؟ تو الناس يوم سلوا وما يندرى بعد شو يودي في الراس. اوه انا بصراحة من يوم صغيرة كان خاطري استوي مذيعة في التلفزيون. يا حافظ هيه انا حيد بعد من 40 سنة كانوا يبون مذيعات حق التلفزيون. لا 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 لا, لا. الظاهر ان هاليوم من 40 سنة كان يوم مهم ومشهود. اذا ام سلوم بعدها تذكره. لو انا قارية هذا الاعلان من 40 سنة كان انا الحين مذيعة مشهورة. ويدي ام علاوي تخبلتي انتي؟ كان حلم حياتي استوي مذيعة، ويات ام سلوم وذكرتني بهالحلم، وبعدين ليش لا؟ اعتقد ان الفرصة ما زالت سانحة، فليش ما استغلها؟ خاصة وان كل الشروط المطلوبة في المذيعة تنطبق علي. ايش تو؟ وشو هالشروط اللي تنطبق عليك؟ الثقافة واللباقة موجودة. حسن المظهر وسرعة البديهة موجودة. ولا تشترط الخبرة. الخبلة؟ منو الخبلة بعد؟ الخبرة مو بالخبلة. انزين تعالي، وشو بالنسبة لشرط العمر؟ واعتقد لما يشوفوني اكيد ما يتغاضون عن العمر. ايش تو؟ انا تحريت بما انكم صديقاتي توقفون وياي وبتساعدوني احقق حلم الطفولة. هي بس ايش قايل بنساعدك؟ المسألة تبالها واسطة. انا راية الواسطات القوية، نص اللي في البلاد انا مشغلتنهم. عندي لك واسطة بتفرج فرد مرة في التلفزيون. اعرف وحدة تستوي حق مدير التلفزيون، بنت مرت خال اخت بنت عم يارتهم بالرضاعة اللزم. يارتهم وبالرضاعة ولزم؟ منو هاي؟ انا ام خماس صاحبة مطبخ المحماس، واللي ما بتظهرون من يزايه. انتي ورايا وشوفوا واسطة ام خماس شو بتسوي. السلام عليك يا ابو عوشة. وعليكم السلام. عاد من غير ما اقول لك انا منو، اكيد عرفتني. سامحيني خالتي ما عرفتك. وش قايل ما تعرفني؟ وش قايل ما تعرفني؟ انا بنت مرت خال بنت عم يارتكم بالرضاعة. لازم مو بلازم تلزمين، مو بلازم تلزمين. كيف ما ألزم؟ لازم ألزم. أصلا من اللزوم إني ألزم عليه إني شغل مع اللاوي مذيع عندهم في التلفزيون. هاي فكرة جميلة. منو جميلة؟ الزبدة شو قلت؟ هاي فكرة جميلة، ليش لا؟ هذا شيء هب عادي ولا بتقليدي. أنا ممكن أشغلها مذيعة في يوم التراث عندنا في التلفزيون. شفتوا واسطتي؟ علشان تعرفون إنكم ما تطلعون من إزاية. على فكرة أنا ممكن أشغلكن كل مذيعات في هذا اليوم. حشة مو بواسطة عليك يا مخماس، شغلونا كلنا. يا ابوي انت فاهم غلط، احنا بس نباك تحقق لأم علاوي حلم طفولتها ويكون كثر الله خيرك. وليش انتن ما تشتغلن وياها؟ نحن محتاجين لأكثر من مذيع في يوم التراث. يا خالاتي وين الوطنية؟ الشو؟ الوطنية يا جماعة، الوطنية هبد وينشرب. الوطنية تنبع من الذات، وكل وحدة منكن بعطيها 30,000 درهم عن هاليوم. هي الوطني. أنا وطني. يلا تفضلوا هون غرفة الميك اب. يا ويلي بدكن كتير شغل. خماس فرجينا وجهك شوي. يعني انت شو ممكن اعمل لك؟ كل اللي فيه حط لك شوية مسكرة. مسخرة؟ أنا تحطي لي مسخرة يا مسودة الوي؟ يا الله شو صار؟ شو بها هاي؟ معقول؟ استهدي بالله يا مخماس، استهدي بالله. كان فيك خير تعالي. أنا اللي بخلي وجهك مسخرة يا المسخرة. زيهوا عن طريقي.
أعزائنا المشاهدين، حياكم الله ويانا في برنامج ميالس الشعراء. يا حافظ علينا. ها يا أبو أحمد، شو بتعد علينا من القصايد اليوم؟ يقول ابو احمد ونيت ونات لحظة، أول خلني أعد أنا هالقصيدة وبعدين أنت. أم سعيد يا بنت العرب، يا طيبة الأصل والساس، من غيرها يسجي ويصب، قهوة قنادها يعدل الراس، لوه الخبيل منها شرب، يصبح حكيم يدرس الناس. وسلامتكم. انا بسمع الحاضرين شلك طهف يا ابوي، احنا هنا نبغى نسمع قصايد وبس، شغل مشاوح ما نبغى. اللي بعده، بس قبل اللي بعده بعد عليكم هالقصيدة. أعزائنا المشاهدين، والآن مع برنامج أم خماس أطيب. اليوم بنقدم لكم كيفية عمل الصالونة. نجيب جدر ماي ونعد فيه اللحم والخضرة. تدين استوت الصالونة. من أجل الاسترخاء وحياة سعيدة وهادية، لازم ما تاكلون شيء مولية، ولا تسوون شيء في هالدنيا غير النسيان، وانسوا كل اللي صار في حياتكم، لأن النسيان نعمة ما حد حاس فيها إلا مسلوم. سمعتوني؟ انسوا، ناموا، ارقدوا. هالاشياء اللي العيايز يسوونها هالايام في الاعراس عيب، لازم ما يروحون عند مال الفرقه ويقولون لهم يقصون على الصوت، وبعدين ما يشيلون مضرب عطر فاضي في جيبهم ويقولون حق اللي تلف العطر تحط لهم شويه. هذه الافعال خيلي بعدين خوبن. والآن بنقدم لكم كيفية عمل اللقيمات. نجيب العجينة وندهها في الزيت وترد استوت اللقيمات. في حلقة اليوم من جمالك يا سيدتي بقولكن آخر صيحات الموضة بالنسبة للبراجع. آخر قرضة نازلة هالأيام قرضتها للعين. وبالنسبة لشعوركن الطريقة السحرية في المحافظة عليها، هاتن شوية ياس ودقوه وحطوا على شعوركن. ومن أجل صفاء وجمال البشرة مو لا تحطن مكياج، ما شي يخرب البشرة شراك المكياج. شوفوا وجهي ايش قايل أنا غاوي، من استويت وما أحط هالخرابيط على وجهي. ويقولكم قطع بوتيلة غالية هالأيام في السوق، بس كل شي بالمكاسر يرخص. مشكورة أختي أم سلوم. والآن مع حالة الطقس وأم سعيد. الشمس مشمسة في الإمارات ودول الخليج، وطول السنة حر حر حر. وننتقل إلى الشرق الأوسط، الشمس بعد مشمسة وحر. وبعدين ننتقل للقارة الهندية، ولا ما في داعي، كلهم هني عندنا وهني حر. بوب شو هالخربطان يلا نجلع اكن ابليس. هاي اخبار رسميه من تلفزيون محترم. شو هالخرابيطاي؟ ذل يلا. الحين نحن نقول خرابيط؟ والله لو ما الوطنية كان ما شفتنا هني. اي وطنيه اي بطيخ، انتو دمار للوطن الله يقردكن، وضربة طراق وكفل الاعلام العربي. بس الشرها هب عليكم، الشرها على اللي يشغل ناس ما لهم اساس في الشغله. برع ذلفن برع. مو بجن راغنة؟ لا بلا راغنة. راغنة والله راغنة. أنا مخماسة راغ. لا حبيبي لا عيوني، أنا مخماسة روح ما نراغ. خذ عن دربي. وطني أنا وطني. تذكرت أم خماس تحيديني وأم تسأليني
من 40 سنة وين مدخن أمك؟ عاد أنا الحين اتذكرت، خليت ورا باب حجرتها. أم علاوي أشوفك يمي ما ترمسين، ليكون زعلانة على حلم الطفولة. لا أم سعيد حبيبتي، ساعات الأحلام مو بشرط تكون جميلة. اكتشفت إني أبدا ما أنفعك هالشغلة، وهالشغلة ما تنفع لي. أنا أعتقد إن كان لي مستقبل باهر بهالشغلة، بس ما حد أعطاني فرصة. هي يمي قالوها من زمان، لو كل من يانا ونير ما تم في الوادي شير.